بروموات اخدته ب 4 مليون، كان بياخد 25 مليون بروموات اخدته ب 4 مليون، واما جت وكاله الاهرام اخدته سنه واحده ب 5 مليون، واما عمل العقد التاريخي مع برزنتيشن ب 86 في 4 سنين، يعني 21 ونص، اقل من وكاله الاهرام. هو انتوا بتفهموا منين؟ ولا مفيش فهم، ولا هو هجص، ولا هو اي تبلي، ولا اي حاجه؟ 4 سنين 86 مليون ب 21 مليون ونص، وكاله الاهرام من 4 5 سنين بتديك 25 مليون، وانت بعد 4 5 سنين والسلعه بتغلى والفلوس بتغلى، او القيمه الماديه بتاعت الجنيه المفروض بتعلى اكتر مقابل للدولار، بتاخد 21 ونص. يعني ما جبتش وكاله الاهرام اللي كانت بتديهولك. والاهلي في الوقت ده كان بايع بحوالي 241 241، وانت 6 في 3 سنين، وانت 86 في 4 سنين. وده حقوق الرعايه بس، ده البث اخد 140 عليه، ساعتها كان محمود طاهر رئيس النادي. فين بقى وكاله الاهرام وفزعت وكاله الاهرام؟